بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الجزء الثالث من atrial fibrillation from histological point of view. عرفنا المرات اللي فاتت ازاي atrial fibrillation is a low output state حتى لو هو كان rate control. النهارده ان شاء الله نعرف ازاي atrial fibrillation بيعمل diastolic function و remodeling، سواء atrial remodeling وكمان ventricular remodeling. اولا ايه هو diastolic function؟ diastolic function ما هو الا impaired relaxation، وده بالمناسبه ممكن يحصل في اي حجره من حجرات القلب عادي، ولكن جرت العاده لحد دلوقتي ان هو يطلق على left ventricle. مشكله الامبيرد relaxation دي ممكن تكون كذا شكل، يا اما incomplete relaxation يا اما abnormal relaxation. الانكمبليت relaxation من اسمه ان الفنتركل مش بيكمل الانبساط بتاعه، وده بيحصل في الاتريال فايبريليشن بسبب الرابيد ريت والirregularity، فممكن الفنتركل اصلا ما يلحقش يوصل للبيز لاين دايستوليك بريشر بتاعه اللي هو متعود عليه عادي، فيروح مفاجاه على طول ديبولاريزيشن ويف بسبب الرابيد ريت، فتعمل له ديبولاريزيشن علشان يحصل كونتراكشن تاني. فده الانكمبليت ريلاكسيشن. الابنورمال ريلاكسيشن هو هنا ابنورمال لان هو بيكون معاه زياده الدايستوليك بريشرز، وده طبعا بيحصل في الايه بسبب مشاكل اللي قلنا عليها قبل كده زي اللوس في اتريال كيك وحاجات تانية زي الفنتريكولار ريموديلنج اللي هنتكلم عليه ان شاء الله، واللي قلنا عليه اللي هو الانكمبليت ريلاكسيشن. في نقطه كمان مهمه وهي الابنورمال كالسيوم هاندلنج. الدايستول ده زيه زي السيستول هو اكتيف بروسيس ذات ريكوايرز اي تي بي، وبالتالي الانرجي فيلير بيمنع الكالسيوم بامبس، حاجه اسمها السيركا اللي هي ساركو اندوبلازميك ريتيكولم كالسيوم اي تي بيز، ان هي تسحب الكالسيوم اللي بيكون موجود جوه الخليه بعد الديبولاريزيشن علشان تسمح بالنورمال ريلاكسيشن. الاترال فايبريليشن ميكانيزمات كتير بيعمل ابنورمال كالسيوم هاندلنج، فبيزود الكالسيوم اللي بيكون موجود جوه الخليه وقت الدايستول، فده مش بيسمح للخليه ان هي تعمل فول ريلاكسيشن، فبيعمل دايستوليك ستيفنس بسبب زياده الكالسيوم اكيوميليشن. مشكله كمان هي الاي في ديسيشن، الاتريو فنتريكولار ديسيشن. المفروض ان كل انقباض الاذين بيتبعه انقباض البطيء، اتريو فنتريكولار اسوشيشن. في حاله الاي اف بقى بسبب ان الاتريا فيها كيوتيك اكتيفيتي، ففي احيان كتير الفنتريكل بينقبض في الوقت اللي فيه اصلا الاتريا بيحاول يفضي الدم، وده بيعمل اي في ديسيشن. يعني المفروض ان الفنتريكل لو هو عايز ينقبض عشان يوصل الدم ليفت فنتريكل مثلا الاورطه، بيكون الميترال فالف اللي بيوصل ما بين اتريا وفنتريكل مقفول، بس اذا كان الاتريا دايما بيرتعش بيفايبريليت عشان يوصل دم للفنتركل، فهو ممكن يحصل ان الفنتركل بيكونتراكت في نفس الوقت اللي بيكونتراكت فيه الاتريا، او يعني بيفايبريليت فيه الاتريا علشان يوصل الدم عشان يعمل فيلنج الفنتركل، فده بيعمل اي في ديسيشن. مشكله تانية مهمه وهي الالكتريكال والستراكشر ريموديلنج. الاترال فايبريشن مش مجرد اريزميا خلاص، يعتبر كانه سيستميك ديزيز زيه زي الضغط والسكر كمان. ليه؟ لان الرابيد ريت ليه تو افكتس مهمين جدا. اول حاجه هو الاتريال ستريتش. الاتريال ستريتش ده بيزود الاتريال الكتريكال ابنورمال كوندكشن. النسبه دي بتزيد كمان كل ما المريض يفضل في ايه في اكتر، بس طبعا زي ما احنا عارفين ان هو كل ما يفضل في ايه في اكتر الليفت اتريا بتشد اكتر، فبيحصل ليفت اتريال دايلاتيشن، ده بيزود كمان الاستراكشر والالكتريكال ريموديلنج اكتر. علشان كده كل ما العيان يطول اكتر في حاله الاتريال فايبريشن بيكون اصعب ان هو يرجع لساينس ريزم تاني او يفضل فيه كمان ساينس ريزم بوست كارديو فيرجن، يعني لو حاولت تعمله كارديو فيرجن. طيب احنا قلنا ان اول حاجه زياده الهارت ريت ده بيعمل اتريال ستريتش. الاتريال ستريتش ده بيعمل ابنورمال انترا اتريال كوندكشن. تاني حاجه هو الانفلاماتوري ريسبونس اللي بيعملها الاتريال فايبريليشن، ده بيزود الاكتيفيتي بتاعت الراس اللي هو الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. زياده الاكتيفيتي ده بيزود الكاردياك ريموديلنج مش في الاتريا بس، لا كمان في الفنتركل او ثرو اوت ذا هول بودي. ده طبعا بيزود الفايبروزس والسكار فورميشن، فيزود دايستوليك ستيفنس، ونوصل للعباره المهمه انه AF begets AF. once AF the patient tends to stay in AF. الاريزميا نفسها بتحاول تحافظ على نفسها اول ما تبدا، علشان كده بيكون في فرصه احسن للناس اللي اول ما بتشخص باتريال فايبريشن، يعني طبعا مع بعض الكريتيريا كده لو ممكن يتعمل لهم كارديو فيرجن يبقى يتعمل لهم كارديو فيرجن بدري، علشان لو فضلوا فتره طويله في الاتريال فايبريشن بيخسروا فرصه ان هم يرجعوا تاني ساينس ريزم ويفضلوا ساينس ريزم بوست كارديو فيرجن. وده كده كان ازاي الاتريال فايبريشن بيعمل دايستوليك ديسفانكشن وريموديلنج ستراكشرال والالكتريكال مش في الاتريا بس ولكن كمان في الفنتركل. ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن ازاي الاتريال فايبريشن ممكن يعمل مايترال ريجرش. هذا والله اعلم، الحمد لله.